4-1. حاضر، 4-1. هو يوم مهم جدا جدا في حياة كل كفيف وكفيفة. ليه بقى؟ 4-1 ده بجد يوم بالنسبة لي غير حياة المكفين كلهم. بجد 4-1 ده يعني انا مش عارفة اقول لكم ايه، والله العظيم حقيقي. ليه بقى؟ ليه المقدمة دي كلها والرغي ده كله؟ لان يوم 4-1 ده اللي هو يوم الاحد كان امبارح. طبعا بعتذر ان انا ما نزلتش الفيديو ده امبارح، بس عندي حاجات كتيرة قوي، امتحانات وضغط ومضغوطة جدا اليومين دول، بس برضه رغم انشغالي برضه فاكراكم. شفتوا بقى؟ يلا 4-1 ده اليوم العالمي لطريقة برايل. يا جماعة ناس بيقولوها لغة برايل، هي مش لغة، هي طريقة. أنا برضو واحدة من الناس كنت بغلط فيها، لكن هي مش لغة، هي طريقة برايل. طيب طريقة برايل، خلينا بقى نحكي مين اللي عمل الطريقة دي، وهل هو حد كفيف ولا مش كفيف. اللي عمل الطريقه دي استاذ لويس برايل. لويس برايل اتولد 2000، لا سوري 2000 ايه ده دلوقتي يعني ولا ايه، 1809. 1809 ده اتولد، كان ذكي جدا وكان محبوب من كل القريه، وما شاء الله كان غايه في الجمال. طيب والده كان في يوم من الايام، طبعا والده راح محل السروج. طبعا الناس اللي مش عارفه ايه هو السروج، ده كان غطا بيتحط على الفرس. فيا حبيبي هو كان معايا مثقبين بيلعب بيهم، ففجأة وقع اتزحلق. الحمد لله فقد بصره تمام. فطبعا بعد ما فقد بصره هو طبعا كان بيقرا ويكتب، بس طريقه بارزه. بس بدل ما هي الظهر اللي هم 6 نقاط. طبعا يا جماعه 6 نقاط، ادخلوا في طريق برايل هتعرفوا كل حاجه، انا عامله لكم سلسله يعني وكده. بدل ما هم 6 نقاط كانوا 12 نقطه. يعني انتوا متخيلين حرفيا حاجه صعبه جدا. فطبعا وراح سافر والده كمان. عشان كده بقول لكم الاهل ليهم دور في حياه ولادهم، والله اكيد ليهم دور، بس لو ما يعني الاهل ما عندهمش وعي لازم ابقى انا عندي طاقه ايجابيه. المهم فطبعا والده سفره المعهد اللي في باريس يتعلم الموسيقى، بجانب بقى كمان القراءه والكتابه اللي هو بيتعلمها بطريقه برايل. فطبعا زي ما انا قلت لكم ان هو كان ذكي جدا جدا ما شاء الله عليه. فطبعا بدأ يقلل عدد النقاط، يقلل لحد ما بقوا 6 نقاط، وهو عنده 10 سنين اتكرم من المعهد الموسيقى اللي هو في باريس. فبجد ما شاء الله عليه، وربنا يخليكي يا استاذ لويس، احنا من غيرك مش عارفه كنا نعمل ايه فما شاء الله يعني. وبجد حقيقي شكرا جدا جدا لحضرتك يا استاذ لويس، والله يعني احنا بنشكره اكيد. ويا ريت يا جماعه انا بطالب بحاجه بقى بجد، يا ريت، انا مش عايزه درس لويس برايل ده يبقى درس وخلاص. انا عايزه ان احنا يا ريت بجد، ان انا بناشد بجد المدارس والله. انا عايزه لويس برايل ده يبقى مش يبقى في درس واحد، لا احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر، عايزين نعرف عاش حياته ازاي، عايزين نعرف هو ازاي قدر يتحدى ده. فبجد يا ريت بجد بدل ما هو يبقى درس واحد، لا يا ريت بجد يبقى نعرف حياه لويس برايل بشكل مفصل يعني، التفاصيل يعني. بس وشكرا جدا ليكي يا استاذ لويس، ميرسي بجد جدا. ودي حكايه لويس برايل، بحبكم قوي، باي باي.